عايزة تتخلصي من مقاومة الأنسولين تماما، عليكي وعلى نظامين مفهومش تالت تطبقيهم مع بعض. هتقدري تظبطي مقاومة الأنسولين وتنزلي مقاسات ونسب التحاليل بتاعتك تقل. اولا لازم تطبقي صوم متقطع. اروع حاجه لتظبيط مستوى الانسولين في الدم هو الصوم، ان انا بديله فتره ان هو يرجع ينخفض ويتظبط، وبالتالي بيقلل تخزين الدهون. تظبيط الصوم المتقطع هيفرق معاكي جدا في نزول الوزن. تاني حاجه نظام اللو كارب. اللو كارب نظام كبير ليه تحت منه مشتقات كتير، منها ان انا بقلل نسبه النشويات بنسب معينه اللي بتوصل لغايه 5%، اللي هو انواع الكيتو. وانا ما بحبش الكيتو لانه من الانظمه القويه جدا وتقيله ومضاعفاتها كتير، فالافضل انت تمشي لو كارب، تقليل نشويات وتعوضها بنسبه خضروات نشويه افضل كتير. هتفرق معاكي في نزول الوزن بشكل سريع. مواعيد الصيام 8 ساعات اكل، 16 ساعه صيام. اي وقت تبتدي فيه الافضل يكون الصبح طبعا، بس عشان نخلي من ساعه 16 ساعه بالنوم ساعات النوم بنرحل الفطار نخليه الساعه 12 ونختم يومنا على الساعه 8. ومن 8 ل 12 تاني يوم انا صايمه، سعرات وسكر وفاكهه وكل حاجه. اخد مشروبات عشبيه او ميه او اي حاجه بس تكون من غير سكر. بس كده الموضوع سهل جدا. صومي 8 16 ساعه وكل خلال 8 ساعات بس. ممكن اعرف اصوم من كام لكام وساعات النوم محسوبه؟ دي ميزه الصوم المتقطع. انا مش بلزمك بتفطري الساعه كام وتتغدي كام، ان شاء الله تفطري الساعه 12 الظهر. المهم من وقت اما بتبداي افطار بتحسبي 8 ساعات اكل. فطرتي الساعه 12 يبقى هتبقى اخرنا الساعه 8 بالليل، وهكذا. كل ما باخر ساعه في الفطار باخر ساعه في العشاء. ما بيلزمكيش بوقت في الاكل، المهم تصومي تاكلي 8 ساعات وتصومي 16 ساعه. وال 16 ساعه منهم ساعات النوم بتاعتك. يعني انا نمت 8 ساعات يبقى باقي لي 8 ساعات تانية هصومهم. نمت 10 ساعات يبقى باقي لي 6 ساعات تانية هصومهم. ودي ميزه الصوم المتقطع، ان انت بتعملي بمنتهى الاريحيه. ساعات النوم بتكون محسوبه من وقت صيامك، بتقدري تفطري امتى وتتغدي امتى. وبس نقطه مهمه، ال8 ساعات الكونتنت او كميه الاكل اللي بتحتوي عليها اكلك، خدي بالك وتبعدي عن الاكل الغير صحي وتبعدي عن الكميات الكبيره. بتفطري 12 وتتغدي 6، يعني تقريبا بتاكلي في 6 ساعات. قليل؟ لا خالص، ده كده مش صوم متقطع حضرتك. هو نوع من انواع الصوم المتقطع، بس للاسف البيريود بتاعتك هتبوظ، شعرك يتاثر وهيموجلوبين الدم هيتاثر، لان انت كده السيدات مش بنحب نخليها تصوم اكتر من 8 ساعات بس، ففي حالات بنمشيها 12 ساعه بس، فكده قليل. ابداي يومك الساعه 12، اختمي يومك من 8 ل 9، بلاش الساعه 6 دي علشان حرقك ما يقفش وتجيلك اي مضاعفات. قليل اللي انت بتاكليه ده، زودي الوقت شويه.